طلعت فواتير الكهرباء وداب الثلج وبان المرج. هي المرحلة كتير كتير حساسة لتفهموا انه في رسالة مبطنة من وراء رفع فواتير الكهرباء. مثلا يعني اذا واحد انت بتحبه ببلش يجربك، يضغطك 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 لتأكد له انه انت بتحبه وانك صبور ورح تضل تسكت عن عمايله. لازم تتحمل تقول له انا بحبك، اثبتوا له انك بتحبه وادفع. كل ما سكتت انت عم تدفع. يا اخي والله الحب يذل. انتوا الاعلاميين والانفلونسر اللي نازلين واقفين عند مراكز فواتير الكهرباء بهذا الوقت الحساس، ولا عند المازوت والبنزين وسعر الغاز والخبز، شو قصتك؟ انت عم تصطاد بالمي العكره؟ ايه عم تدس السم بالعسل. انت اكيد معارض. ايه بس وقفوا تحريض. كل شوي نازلين لي عم تشوفوا اوضاع العالم. عيب تنشروا شغلات بتضايق الناس. هي ما بتضايق الجهات المختصة، بالعكس عم توصل رسالة، بس هاي الناس ما بدها ايانا نكون مرسال. المواطن ممكن يطلع معه الفاظ مو منيحه، مو لا سمح الله يروح يسلك طريق مو منيح ليدفع فاتوره الكهرباء، لا اعوذ بالله. هذا الشيء بيعزز الوحده الوطنيه. بس بالصيف يعني هلا مثلا بنجيب المكونات وبنقعد جنب بعض وبنتحد، يعني بندفي بعض. حوض جنبي اخي المواطن، اخي العلوي الدرزي المسيحي لز علي، دفيني قد ما فيك، لزق فيني. هذا كله له علاقه بالوحده. ليش ما عم تفهموا؟ بس بالصيف اذا بتريد عزيزي المكون انت الثاني من غير طايفه، مو تروح تاكل توم وتجي تعمل علي. لا بتعرفوا انا امبارح وقفت كنت عم تك 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 فكروني اهلي عم برقص، صاروا يصفقوا لي، اكتشفوا انه عندي موهبه، وان شاء الله هي الموهبه اللي اكتشفوها ما استخدمها لحتى ادفع فاتوره الكهرباء. بعدين انتم البنات اللي عم تنزلوا فيديوهات على النت هيك مشلحين كثير، راحت هي الموضه، راحت هيك ما بحسك انه انت تلبسي كنزه فوق كنزه فوق كنزه، بحس بوضعك الاقتصادي انه انت بردانه بدك مين يدفيكي. راحت هي الموضه تفرجيه ومدري شو. خلاص انت اصلا عم بتشوي سمعه المواطن بهي الطريقه، عم تفرجيه انه هو دفيان. لا مو الكل دفيان مثلك حبيبتي، نحن بردانين الله وكيلك كثير بردانين. انت ما هيك، بس نحن ما معنا والله، نحن حتى حق ما معنا اذا حكينا. اذا عم تجربوا اخلاقنا، نحن اخلاقنا جدا عاليه. انا امبارح طلعت رفعت راسي فوق وعيطت لجارنا، ما دقيت الجرس كرمال ما دفعوا فاتوره كهرباء. هلا هي المرحله حساسه جدا، بتعتمد على احساسك، مو ضروري حدا يحس فيك ابدا، المهم انت تحس بحالك. انا صح اللي عم برجف، مو خوف من اللي عم بحكيه، لا بس انه مشان تحسوا فيني اني انا بردانه. عزيزي المواطن، بوشك على الصناعه بتركب احسن حساسات المانيه حصرا، كرمال اذا ضربت باللي قدامك تعمل توت، واذا ضربت باللي وراك تعمل توت، لانه توت بفواتير الكهرباء. على فكره نحن مو كرمال المصاري عم نحكي ابدا، لا هي كرمال المبدا. قسطونا الفاتوره، قسطونا، اخذوا فوائد عليها، ما انا ماني ضد، بالعكس. على فكره نحن هي السنه ما عملنا مكدوس، بتعرفوا ليش؟ لانه مكبوس نفسنا ما فينا عم نحكي كل شيء. طفوا الضوء، خلصت. برد.